المشاهدون الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة هذا المساء. لكن قبل الدخول في النشرة إليكم هذا الإعلان عن التماس رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية الموافق 2021. لم تثبت رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، لذلك فسيكون يوم غد الأربعاء 12 من مايو 2021 متمم ل30 من شهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس 13 من مايو 2021 أول أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ويحفظ وطننا القالي والبشرية جمعاء من كل بلاء ووباء. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. والآن إليكم عناوين الأخبار. إصابة 64 مواطن بفيروس كورونا. زيادة الأراضي الزراعية بنسبة 400% في إقليم القاشبركة. 897 مليون نقفة دمار الحوادث المرورية. 24 قتيلا بينهم 9 أطفال وامرأة في القصف الإسرائيلي على غزة. الصحة العالمية تصنف متحورة كورونا المكتشفة في الهند مثيرة للقلق. إطلاق نار داخل مدرسة روسية و11 قتيلا بينهم أطفال. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 11 من مايو في مراكز العزل بأقاليم القاشبركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 64 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 51 إصابة في أقليم القاشبركة، 25 في قرميكا و22 في أقردات و3 في علي قدر و1 في أديبرة و6 في كرن بأقليم عنسبة و5 في أقليم شمال البحر الأحمر، 2 في مصوع و2 في قندع و1 في طيعو وإصابتان في أسمرة في الأقليم الأوسط. كما شفي 14 مريض كورونا، 7 من أقليم القاشبركة و4 من أقليم عنسبة و3 من أقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3818، شفي منها 3606 أو 27، وتوفي 12 مرضى، ولا يزال 179 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من مايو 2021. أوضح قسم الزراعة والأراضي في إدارة إقليم القاشبركة زيادة الأراضي الزراعية بنسبة 400%. وأوضح المدير العام للقسم السيد أبو بكر عثمان أن الأراضي الزراعية المطرية والتقليدية كانت 60 ألف هكتار بدايات الاستقلال، وارتفعت حاليا إلى أكثر من 250 ألف هكتار. وقال إن هذا الارتفاع نتاج البرامج الكبيرة التي تنفذها الحكومة لتشجيع المزارعين وتأهيل العائدين من اللجوء، موضحا بأن بناء السدود والحفاير وتوفير معدات الزراعة مجانا وبأسعار مناسبة، وإدخال البذور المحسنة وتوزيع أدوات الزراعة وتنظيم الدورات التدريبية الزراعية، وكذلك أنشطة نفير حماية التربة وحفظ المياه من البرامج الرئيسية لرفع الإنتاج. ونتيجة لذلك بلغ إنتاج الذرة من 1,200,000 كنتال إلى 1,800,000 كنتال بالتقدير، بعد أن كان قليلا بدايات الاستقلال. وحول إنتاج الخضر والفاكهة قال السيد أبو بكر إن البساتين كانت قبل الاستقلال محدودة في مناطق بعينها تنمي في مساحة لا تتجاوز 1000 هكتار، وقد توسعت إلى معظم المديريات لتصل لمساحة 12,000 هكتار وارتفاع الإنتاج بالتوازي. وذكر أن توسيع المراعي ومصادر المياه وبرامج التطعيم له دور كبير لتكاثر المواشي، موضحا وجود مساحة حوالي 4000 هكتار من قبل المراعي التي تستقبل إلى جانب مواشي الأقليم المواشي المترحلة من الأقاليم الأخرى من شهر فبراير وحتى شهر يونيو.
وأشار إلى بناء 178 من الحفاير و17 سدا متوسطا لتخفيف نقص المياه للمواشي والرعاة، وفتح 32 عيادة بيطرية إلى جانب التطعيم والمنتظم والمجاني للمواشي. وقال السيد أبو بكر عثمان إن الإنجازات التي حققت نتاج الجهود المشتركة للمؤسسات الحكومية وخبراء الزراعة والمزارعين والشركاء، ويجب الدفع بهذا الجهد المشترك لتنفيذ فعال للبرامج الزراعية المستقبلية. أعلن مدير شركة البناء في مشروع الدهلو رقم 4 إنهاء المرحلة من طريق فرو وعد قيح البالغ طوله 115 متر، والذي يربط إقليمي شمال البحر الأحمر والجنوبي، وبدأ بتقديم الخدمات المنتظمة. وأوضح السيد فتوي زرقي إنجاز المرحلة الأولى من الطريق بكفاءة نتيجة الخبرات المتراكمة، وقال إن الطريق له أهمية كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وقد بدأت شركة حارات للمواصلات العامة بتسيير الحافلات من عدي قيح إلى أملة مع انتهاء المرحلة الأولى لبناء الطريق، وأن المرحلة الثانية تشمل بناء الجسور والسفلتة. وأعرب السكان عن ارتياحهم لمشاهدتهم السيارات تمر بالمنحدرات والجيوب الجبلية التي يصعب اجتيازها من قبل المواشي والإنسان، وتقليص زمن السفر من أيام إلى ساعات من وإلى عد قيح فرو، وذلك نتاج الاستقلال، مشيدي بمنح الحكومة الاهتمام بالريف النائي. وأوضح الشباب المشاركون في العمل أن الطريق ذو أهمية كبيرة في حياة السكان وتطور المنطقة، معربين عن سعادتهم لكونهم جزءا من هذا العمل التاريخي الاستراتيجي. ذكرت شرطة المرور أن الحوادث المرورية التي وقعت في 30 سنة الماضية البالغة 85 ألف حادث مروري أسفرت دمار في الممتلكات تقدر بحوالي 897 مليون نقفة. وأوضح قائد شرطة المرور المقدم محاري نجوسي مصرع 3886 شخصا بهذه الحوادث المرورية، وإصابة 28222 بجروح متفاوتة. وقال إن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية نقص حذر السيارات، مع أن موقع الحادث يكون السبب في بعض الأحيان. وذكر أن عدم منح الأولوية والحفاظ على مسافة البعد والقيادة أثناء السكر وسوء استخدام الدراجات للطرق وغيرها من أكثر أسباب الحوادث المرورية. وعن مواقع الحوادث كسبب، فإن الطرق المحفرة والطرق المقطعة بالأشجار التي تحد من الرؤية والكثافة المرورية والأوضاع المناخية من الأسباب الأخرى للحوادث. وأوضح تسجيل حوالي 1,670,000 انتهاك لقانون المرور من السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية وعربات الدفع اليدوي، وتغريمها حوالي 287 مليون نقفة. ودعا قائد شرطة المرور في شرطة إريتريا المقدم محاري نجوسي امتثال السيارات والدراجات لقوانين المرور، منح السائقين الأولوية لسلامتهم وسلامة الركاب. ارتفعت المشاركة في التعليم في مديرية مصوع خلال سنوات الاستقلال من نسبة 24% إلى 360% لتبلغ نسبة 88%. وكذلك ارتفعت المدارس التي كانت في مناطق محدودة من 15% إلى حوالي 86%، وارتفاع مشاركة الطالبات إلى 86%. ووضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح أن فرص الطلاب للدخول مؤسسات التعليم العالي كانت 10% عام 1991-1992، وارتفعت النسبة عام 2021 إلى أكثر من 40%، مشيرا إلى زيادة المعلمين بأكثر من 300%.
تلقى 27 من الشباب الصوم دورة تدريبية ل4 أشهر في الرسم والمكياج. أوضح رئيس جمعية سجن الفنية السيد برهان أدوناي في مراسم التخريج في 11 من مايو أن الدورة التدريبية تضمنت الوسائل الأولية للرسم ومكياج الوجه وإعداد الملابس وغيرها، داعيا الخريجين لتطوير القدرات المكتسبة خلال العمل. وأشاد الفنان دموز رؤسوم والمصمم أبراهام سلطان من المشرفين على الدورة التدريبية باهتماما لمتدربين منادين الأسر للتعرف على هويات أبنائهم المعاقين ودعمهم. وقدم في مراسم التخريج عرضا من المشاركين في الدورة. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. سقط 24 قتيلا بينهم 9 أطفال وامرأة في القصف الإسرائيلي على غزة. وكان الجيش الإسرائيلي أنه قصف 130 هدفا عسكريا في غزة، مما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل. ودارت في الحرم القدسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين خلفت أكثر من 500 جريح في تصعيد للعنف غير مسبوق منذ سنوات. وأبدت الأمم المتحدة قلقا كبيرا حيال التصعيد الجاري في القدس. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 520 فلسطينيا أصيبوا بجروح، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط 9 جرحى على الأقل في صفوفها. وتسبب صاروخ بأضرار في منزل على بعد نحو 15 كيلومترا من القدس، حيث دوت صفارات الإنذار. جاء ذلك بعد أن حذرت كتائب القسام إسرائيل بضرورة أن تسحب قواتها الأمنية من باحات المسجد الأقصى الذي كان ساحة للمواجهات. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها صنفت متحورة فيروس المسبب لكوفيد 19 المكتشفة في الهند بأنها مثيرة للقلق، خصوصا بسبب قدرتها على التفشي بشكل أكبر. وصرحت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد 19 ماريا فان كيركوف أن هناك معلومات تفيد بأن متحورة الهند أكثر قدرة على التفشي. وتعد هذه المتحورة أحد أسباب اكتساح الجائحة للهند التي تعتبر حاليا أكبر بؤرة وبائية في العالم، لكنها ليست السبب الأوحد. وبحسب الإحصاءات الرسمية تسجل يوميا 4000 وفاة بكوفيد 19 في الهند، حيث ناهزت الحصيلة الإجمالية 250 ألف وفاة. والضحايا غير المسجلين كثروا إذا إن الطفرة الوبائية الحالية تخطت المدن الكبرى، واتسعت رقعتها إلى مناطق ريفية مستشفياتها قليلة ونادرا ما تحدث سجلاتها. ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمة الطوارئ أن 11 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، ونقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحا اعتقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة، ولم يتضح على الفور الدوافع وراء الهجوم. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفى خارج المدرسة وأشخاص يركضون صوب المبنى، ونوافذ مهششة وحطاما متناثرا بالخارج. وأضافت المصادر أن أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية قامت بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث. وأفاد شهود عيان بأن عددا من الطلاب قفزوا من نافذة المدرسة بعد سماع دوي إطلاق النار.
والخبر الأخير في هذه النشرة: تراجع النمو السكاني في الصين خلال 10 أعوام حتى 2020 إلى أدنى مستوى بالسجلات الرسمية منذ الخمسينيات، مما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الحوافز المقدمة للأسر لإنجاب المزيد وتفادي انخفاض يتعذر تداركه. وأظهر التعداد الرسمي للسكان الذي يجرى مرة كل 10 أعوام ونشرت نتائجه الثلاثاء نمو عدد سكان البر الرئيسي الصيني بنسبة 5.38% إلى 1.41 مليار نسمة. ويتباطأ النمو السكاني بالصين باستمرار منذ تطبيق سياسة الطفل الواحد في أواخر السبعينيات من القرن الماضي. ويعني الرقم الجديد أن الصين أخفقت بفارق ضئيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته عام 2016 بزيادة عدد السكان إلى نحو 1.42 مليار نسمة بحلول عام 2020. وكانت الصين ألقت في عام 2016 سياسة الطفل الواحد التي فرضت في الأساس لوقف انفجار سكاني في الماضي، واستبدلتها بطفلين كحد أقصى لكل أسرة. ختام النشرة، وكل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.